السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم بكل خير. مع بقى نعمل معاكم الصلصة. حطيت شوية زيت وحطيت بقى بهارات، شطة وكزبرة وشوية كمون وشوية فلفل أسمر ورشة سكر خفيفة. أنا حاطة برضو سكر في الصلصة، بس حبيت يعني ايه برضو أحط حاجة خفيفة كده علشان ايه حموضة الطماطم يعني. ننزل بقى بالبهارات دي كده في الزيت، بس نشم ريحة البهارات بس كده، وننزل عليها بالصلصة يعني ما نطولش عليها عشان ما يتحرقش. ننزل بالصلصة بس بقى في الفريزر وفيها تلج. هنسيبها بقى كده تتسبك كده. بقى هنعمل الدقة الحلو للمكرونة. في شوية توم كده مفرومين حلوين، نزلناهم في شوية زيت. أنا مش عايزة التوم يحمر. نزلهم بقى شوية بهارات، شطة وكمون وكزبرة ورشة سكر ورشة شطة. نضرب بس كده تشيل نفس التوم، وننزل عليها بشوية خل، شوية خل كده حلوين. نحط معلقة السكر عشان انت عارف الخل ما يعملش بقى حرقان ولا اي حاجه للدقه ديت. وكمان بشويه ميه
ظبطي ملحك بقى زي ما انت عايزه. ممكن بقى تحطي بعد كده معلقه صلصه ولا اي حاجه فيها، بس هي كده ما شاء الله جميله بشويه البهارات اللي احنا حطيناهم. وبتتاكل مع طاجن المكرونه. لما خلصنا بقى المكرونه حبيت بس اوريكم الصلصه ما شاء الله بدون اي اضافات بقى، وبدون بقى بنحط معاها بصل بقى ولا توم ولا الكلام ده. ما شاء الله بقى، وشويه البهارات اللي احنا حطيناهم في الزيت دول ما شاء الله مطلعين ريحه حلوه قوي الصلصه. وباذن الله انا هنزل لكم طريقه الصلصه الحلوه ديت عشان تضيفوها على اي حاجه بقى، تعملوها مع بيتزا تبقى جاهزه معاكم، تعملوا مكرونه مش هتحتاجوا تحطوا بقى بصل ولا توم ولا الكلام ده. ان شاء الله هعمل لكم فيديو بس بتخزين الصلصه ان شاء الله، وتخزنوا بقى كميه حلوه كده عشان رمضان باذن الله. هسيبكم بقى دلوقتي ونشوف بقى هنعمل ايه بعد كده. ده الطاجن اللي هنعمل فيه المكرونه النهارده. عايزه بقى تعملوها في صينيه عادي مفيش مشكله، عايزه تعملوها برده في بايركس عادي مفيش مشكله، المتاح عندك. هنحط بس شويه صلصه كده في قاع الطاجن، عشان لو انت مثلا حبيتي تولعي من تحت تبقى برده يبقى المكرونه حمرا كده وحلوه من تحت، تبدا قرمشه حلوه. حبيتي تولعي عليها الشويه من فوق عادي برده، طبعا كل حاجه مستويه. لازم بس نختم المكرونه كده مع اللحمه المفرومه وتبقى شكلها حلو في الطاجن يعني. ننزل بقى كده بشويه المكرونه. في برده حاجه تانية، لو انت عايزه مثلا تحط اللحمه المفرومه تحت، لو انت هتقلبي الطاجن ولا حاجه عايزه تحط بقى اللحمه المفرومه تحت وتكبسها حلو كده. ممكن برده تحطي تكسري معاها بيضه كده صغيره ولا حاجه عشان تبقى متماسكه، عشان لما تيجي تقلبي الطاجن ما تفرش منك وتقع من على المكرونه. لا، نص بيضه كده صغيره وتقلبها في اللحمه المفرومه. طبعا هي مع الفرن ولعت من فوق من تحت هتستوى يعني ما تقلقيش. ننزل بقى بشويه مكرونه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كده انا هعملها طبقات يعني عشان برضو تبقى كل قطعه كده فيها شويه لحمه. فان شاء الله انا هعملها كده طبقات يعني. عايزه بقى تعملها بقى نص المكرونه وتحطي اللحمه في النص وبقيه المكرونه عادي يعني ليكي حريه الاختيار، بس انا حابه اعملها طبقات يعني. ننزل بقى بشويه لحمه مفرومين كده حلوين. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه زغم كده على المكرونه. الطاجن ده بيبقى تحفه وخفيف جدا وجميل. يعني ممكن تعملي بقى مثلا بعدد افراد اسرتك يعني، لو عندك طواجن صغيره من ديت ممكن تعملي لكل واحد طاجن كده. هيفرحوا بيه قوي يعني وهياكلوه يعني بصراحه. مش هتبقى كل واحد ياخد الطاجن بتاعه وهيبقى فرحان بيه وهياكله كله وهيخلصه. بقى طعمها جميل قوي لو انت عملت الطريقه ديت ان شاء الله. نحط بقى شويه جبنه كده موتزاريلا كده على اللحمه. ده اختياري، الجبنه دي اختياري، لو مش عايزه تحطها عادي مفيش مشكله. نجيب بقى بشويه مكرونه كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. وطاجن خفيف وحلو وتغيير من اكلنا بقى. كل يوم بقى بنحضر هناكل ايه، فدي كده حاجه تغيير. بسم الله. نحط شويه لحمه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الطاجن ده بيبقى تحفه بجد في الاكل، وعاملين كمان الدقه الحلوه بتاعته ديت اللي انتوا شفتوها برضو بتبقى حلوه. بالشكل ده كده. نحط بقى شويه موتزاريلا برضو كده هنا. الموتزاريلا دي يا جماعه اختياري مش حاجه اساسي في الوجبه بتاعتنا النهارده دي. بقى شويه مكرونه بقى الطبقه الاخيره زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله. نغطي بقى عليه حلو كده بالاسباتيولا عشان يتكبس مع بعضه بالشكل ده كده. ممكن بقى لو ما عندكيش جبنه ممكن بقى يعني تكسري بيضه كده ولا حاجه وتحط عليها شويه ملح وفلفل وتحطها على وش الطاجن كده تديله وش كده ويبقى شكله جميل. ممكن برضو تحطي شويه صلصه كده في الاخر، برضو الصلصه بتحمرها برضو وبتديها وش برضو وبتخليها شكله جميل. فانت ليكي برضو حريه الاختيار، قدامك كذا طريقه عشان تعملي وش المكرونه من فوق. مثلا موتزاريلا، شويه صلصه،
بيضه كده تكسريها وتعمليها. بس انا برضه هنحط شويه صلصه كده، وعندي لسه شويه موتزاريلا، فايه هحطهم برضه كده ايه على الوش. هتبقى تحت الشوايه، هتحطها في الفرن براحتك انت بقى، وكل حاجه مستويه دوب، بس ايه كل حاجه بس تختم مع بعضها كده في الطاجن، والطاجن يطلع شكله حلو. كده شكل الطاجن بتاعنا اهوت. هدخله الفرن بقى ونشوف شكله انها هيكون ايه. حبيت اوريكم بقى شكل الطاجن في الفرن. ما شاء الله الوش بدأ يحمر اهوت. انا مولعه من فوق ومن تحت. قدامه كده حوالي 10 دقايق كده ان شاء الله ما ياخد كمان وش حلو كده، وهطفي عليه. شكل الطاجن كده بعد ما خرجناه من الفرن قدمناه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. قدمنا معاه الدقه الحلوه اللي حضراتكم شفتوها معانا وعملناها النهارده مع بعض. قدمنا معاه هنا طبق زيتون وليمون مخلل. زيتون المخلل ده عندي من السنه اللي فاتت، بس ما شاء الله الزيتونه يعني جامده ولسه بحالها، اكنك لسه عاملاها السنه دي. ان شاء الله في موسم الزيتون هنعمل معاكم مخلل زيتون، احلى مخلل زيتون ان شاء الله مع بعض باذن الله. ومعاه الليمون الجميل ده برضو مقطعه معاه ما شاء الله. الليمون تحفه وطعمه حلو. يا ريت بقى لو كانت وصفتنا النهارده عجبتكم، وطريقه الطاجن النهارده عجبكم، والفكره عجبتكم، يا ريت تجربوها بقى وتقولوا لنا رايكم. وما تنسوناش بقى من دعائكم، وما تنسوش بقى تعملوا لايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد. ان شاء الله معنا اكلات سهله وسريعه وعلى قد ايدينا ان شاء الله في المرات الجايه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.